حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض ميني مولتو محشي بالشوكولاته، هش وطري بمقادير بسيطه وطريقه سهله واقتصاديه جدا وموفره وعلى قد الايد. يلا نسمي الله ونشوف الطريقه. في بوله هنزل بكوبايه من الميه، ميه من الحنفيه عادي. هضيف عليها معلقتين كبار من السكر وكيس من الخميره الفوريه. بعد كده هقلب الخميره مع السكر كويس قوي لغايه السكر ما يدوب معايا. بعد كده هضيف علبة من الزبادي. ضفت علبة من الزبادي بمقدار معلقتين كبار. هقلب الزبادي كويس قوي. بعد كده هنزل بمعلقتين كبار من لبن البودرة وهقلب برضو كويس. معايا بقى بعد كده نص كيلو من الدقيق متعدد الاغراض، ويكون منخول من مرة لمرتين. انا كنت نخلاه مرتين ودي تالت مرة انخله معاكم. طبعا احنا عارفين في المعجنات لازم ننخل الدقيق من مرة لمرتين او ثلاثة. والنص كيلو دقيق بيعادل 4 كوبايات بمج الشاي العادي. وهضيف عليه ربع معلقة صغيرة من الملح، وهقلب الدقيق والملح الاول كده مع بعض. بعدين هخلط الدقيق مع السوائل. بعد كده هبدأ ان انا الم العجينة بايدي. لو عايزين بقى نستبدل كوباية المية بكوباية من الحليب، وقتها هنستغنى خالص عن الحليب البودرة وهنستغنى عن الزبادي، بما اننا طبعا حطينا كوباية من كوباية حليب بدل المية. هبدأ ان انا اعجن العجينة كويس قوي. بعد ما عجنتها وحسيت ان هي بقت كويسة، نزلت بمعلقتين كبار من الزبدة ويكونوا بدرجة حرارة الغرفة. ولو ما عندكيش زبدة ممكن نستبدلها بزيت او سمنة، بس طبعا الزبدة بتدي طراوة للعجينة اكتر، وبما اننا عاملين مولتو فالمولتو بيحب يبقى طري، والزبدة هي هتساعد على طراوة المولتو. واهم حاجة الزبدة تكون بدرجة حرارة الغرفة. اول ما هنضيف الزبدة هنحس ان العجينة بتقطع منك وبتفصل من بعضها معاكي، دي حاجة طبيعية متقلقيش خالص، وما فيش دقيقة خالص في الوقت دوت. هنستمر بس في العجن وهي هتلم مع بعضها. هنستمر في العجن وهي هتلم وهتكون ناعمة وطرية معانا. هنعجنها كويس كده. خلاص حسيت ان هي بقت طريه وناعمه معايا. هبدا بقى ان انا المها وهسيبها تخمر 10 دقايق، نص ساعه. سبتها تخمر نص ساعه. هنا بعد ما خمرت نص ساعه طلعتها. هبدا ان انا اطلعها كده من البوله. هبدا ان انا اقطعها 4 كده بالشكل دوت. بعد كده هشكلها ل4 كرات بالشكل دوت كده، ويكونوا بحجم متساوي. هرصهم على الصينيه وهغطيهم باسترتش راب عشان العجينه ما تعملش قشر على الوش، وهسيبها ترتاح 10 دقايق. بعد كده انا حسيت ان العجينه معايا طريه شويه، رشيت رشه دقيق بسيطه بس كده على الرخامه، وهبدا ان انا افرد معايا بالشكل دوت كده. نفرد بالراحه كده لغايه ما تكون دايره كبيره. وبقطعه البيتزا او باي سكينه عندنا هبدا ان انا اقطعها بالشكل دوت كده. هقطعها الارباع، وكل ربع منها هقطعه مثلث. اقطعها مثلثات بالشكل دوت. بعد كده هقطعها بالسكينه بالحرف من حرف المثلث بالشكل دوت. الحشوه بقى زي ما تحبي. انا كان عندي شوكولاته انا عاملاها في البيت قابله للدهن بديله للنوتيلا. هبدا ان انا اقطع المثلث بالحرف من حرف كده بالشكل دوت، واحط الشوكولاته في كيس الحلواني بالقمع كده بالشكل دوت كده. وهبدا ان انا اشد العجينه حرف المثلث معايا. هبدا اقطع كده المثلث بالشكل دوت كده، وهمط كده العجينه معايا.
وبالشوكولاته، طبعا الشوكولاته حطاها في كيس حلواني عشان ما تبهدلنيش. وهبدأ الفها بالشكل دوت كده. نقطعها كده بالحرف. نبدأ نمط المثلث كده معانا بالشكل دوت كده عشان يدينا لفات اكتر. طبعا حابة تحشي نوتيلا المتوفر عندك. نبدأ نفرد كده بالشكل دوت. نقطعها كده بالشكل دوت بالراحة. هبدأ اقطعها بالسكينة بالشكل دوت كده ونمطها بالراحة. وبالشوكولاتة اللي احنا عاملينها في البيت موفرة طبعا وجميلة، طعمها حلو قوي. هبدأ الف المثلث معايا بالشكل دوت كده وبحطهم على صاج. الصاج ده مش مدهون اي مواد دهنية خالص. هنا كنت خلصت الكمية كلها وسبتها ترتاح 10 دقايق بما اننا في الصيف طبعا والجو حر. وهنا انا كنت عاملة لبن عشان ادهن على وش بدل صفار البيض. كنت عاملة لبن ونسكافيه بلاك ومعلقتين سكر ونقطتين من الفانيليا وقلبتهم وادوني الشكل دوت كده. وهبدأ ان انا اعوص المولت كله، بس طبعا ما اتكاش عليه عشان ما فيش الخمر منه. وفي الوقت دوت انا كنت مولعه الفرن من بدري قبلها بربع ساعه، وهحطها على رف اوسط على درجه حراره عاليه، وهسيبهم بس 10 دقايق في الفرن وهطلعها على طول. واول ما اطلعها هحطها في هغطيها في فوطه نظيفه. ودي النتيجه في الاخر. كان جميل وحلو قوي. طبعا سبته يرتاح شويه 10 دقايق، غطيته بعد ما طلع من الفرن. احسن من الجاهز بكتير. طعمه حلو وصحي وجميل قوي. شايفين ازاي؟ وهش من جوه مش مكتوم خالص، ما شاء الله عليه. طالع كله محمر من تحت ومن فوق، ما شاء الله الحمار بتاعه حلو. محتاجش معايا شوايه خالص. هو حرارة الفرن سخنته حمرته كله. وده طبعا الفرق بينه وبين الجاهز. الجاهز صغير قوي، طبعا الفرق كبير اهو باين. ما شاء الله طعمه جميل وما خدش معايا اي وقت وهيعجب الاولاد جدا. يا ريت تجربيه وتقولي لي رايك في التعليقات. ويا ريت ما تنسيش اللايك، ولو ما اشتركتيش في القناه تعملي اشتراك. مع السلامه.